الوطن هو المكان اللي اتولدت فيه ولا المكان اللي لقيت فيه فرصة تعيش بكرامة وتحقق أحلامك وتبني مستقبل لأولادك؟ سؤال فكرت فيه كتير على مدار السنين، لأن الإنسان بيتولد في مكان وبيكبر في مكان وبيتعلم في مكان، لكن أحيانا الحياة بتاخده في طريق مختلف ويلاقي نفسه بيبدأ من جديد في بلد تانية. وبالنسبة لي البرازيل كانت من البلاد اللي خلتني أفكر في معنى الوطن بشكل مختلف. لما الناس تسمع كلمة البرازيل أول حاجة بتيجي في بالها كرة القدم أو الشواطئ أو الكرنفال، لكن البرازيل أكبر من كده بكتير. البرازيل بلد ضخم فيها ثقافات مختلفة وشعوب من كل أنحاء العالم، وفيها مزيج عجيب من الجنسيات والأديان والثقافات عايشين مع بعض. ومن أكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي هنا إن فكرة الحياة نفسها مختلفة. في دول كتير الاستمتاع بالحياة بيكون مرتبط بالفلوس، لكن هنا هتلاقي محاولات حقيقية إن كل الناس يكون ليها حق في الحياة والترفيه والخروج. في كل مدينة تقريبا هتلاقي حدائق ومنتزهات عامة ومساحات خضراء كبيرة وشواطئ مجانية، أماكن للمشي وأماكن للجري ومسارات للدراجات وملاعب للأطفال وأجهزة رياضية للكبار. تقدر تاخد أولادك أو أسرتك وتقضي يوم كامل من غير ما تدفع أي رسوم دخول. تشوف الأطفال بيلعبوا والشباب بيمارسوا الرياضة وكبار السن بيتمشوا بيستمتعوا بوقتهم. وكأن الرسالة هنا بتقول إن الحياة مش لازم تكون حكر على اللي معاه فلوس وبس، الكل من حقه يعيش ويخرج ويستمتع. ومن الحاجات اللي عجبتني كمان إن الرياضة هنا جزء من الحياة اليومية. في الحدائق هتلاقي أجهزة رياضية متاحة للجميع، في الملاعب العامة هتلاقي أطفال وشباب بيلعبوا كرة القدم. ده بيخلي الرياضة متاحة للجميع مش لفئة معينة وبس. كمان التعليم له قيمة كبيرة، لأن أي دولة عاوزة تتقدم لازم تبدأ من الطفل، ولازم تشوف المدارس والجامعات وبرامج الدعم المختلفة تفهم إن الاستثمار الحقيقي بيكون في الإنسان. ومن الحاجات اللي بحبها هنا كمان إنك بتحس إن فيه اهتمام إن الناس تعيش حياتها، مش مجرد تشتغل وتنام وتصحى وتشتغل تاني. حتى في بعض المدن بتكون في مبادرات لتسهيل حركة الناس في أيام معينة وتشجيعهم على الاستفادة من الأماكن العامة والخروج مع أثارهم. أما الشعب البرازيلي فدي قصة لوحدها. شعب هنا ودود جدا بطبيعته، بيحب الضحك وبيحب الحياة وبيحب يساعد الناس. ممكن تسأل شخص في الشارع على عنوان أو معلومة فتلاقيه واقف معاك